كتقلب على خدمة، فتبع معايا الخطوات الأساسية اللي تخليك تحصل على خدمة واللي غادي نعطيهم لك في هذا الفيديو هما من خلال تجربتي الحياتية. وهاد العصارة ديال الخطوات ما جاتش من فراغ، وإنما من اجتهاد مستمر على مر السنين. أهلا بكم من جديد في القناة، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر أعجبني وخلي تعليق عطينا فيه اقتراحاتك باش يستافد غيرك. أول حاجة تحديد الهدف، حدد نوع الوظيفة اللي كتقلب عليها. كنتي يلاه تخرجتي وعندك دبلوم، فخاصك تحدد الوظيفة ديالك تبحث عليها والمجال ديال العمل ديالك. اول حاجه اللي هي السيره الذاتيه او السي في، تاكد من ان السيره الذاتيه ديالك معدله وما فيها حتى خطا. كنتي مبتدئ فاستعن بالمقربين منك اللي عندهم درايه ومهارات تعديل السيره الذاتيه، ولا غادي تمشي عند سيبر وغادي تشوف معاه باش يصاوب لك السي في. الخطوه الثانيه اللي هي اساسيه فهي مواقع التوظيف. كنتي كتقلب على خدمة، فمواقع التوظيف عديدة. في حالة كنتي مبتدئ كنصحك تسجل في موقع انابيك وتحط فيه السيرة الذاتية. من بعد كتحط الدوسي ديالك في الإدارة ديال لانابيك وكتواصل مع شارجي دو ريكروتمون باش يتكلف ليك بالدوسي ديالك. وفي الإدارة غادي تلقى فيها إعلانات حائطية، خاصك ديما تبقى تمشي وتشوف الجديد في الإعلانات وعروض العمل. كاين عروض العمل ديال الخارج تا هما، فما ترددش انك تسول وتستفسر عليهم. وفي الموقع غتلقى خانة ديال سكيلز اللي فيها العروض ديال الخارج. بالنسبة للوظيفة العمومية فيوجد موقع واحد رسمي اللي هو emploi-public.ma، والباقي فقط وسيط انترميديير. العروض العمل ديالها ما كاينش في الموقع ديالها، وانما لي شارجي دو ريكروتمون كيحطوا العروض ديالهم اغلبيه في لينكدين وفي مان باور واديكو. بالنسبة للغوكريت فهما كيطلبوا تجربة كبيرة في الطلبات ديالهم والدراسات العليا، وكيطلبوا دبلوم صحيح، واغلب العروض ديالهم كيتحطوا في لينكدين. بالنسبة للماروكانوس، من خلال التجربة ديالي فما عنده حتى إيجابية. بالنسبة لي ضيعت فيه وقت كتير وما كاينش اللي يجاوب، ولكن كتلقى فيه شركات مجهولة وأغلبية النصب. النقطة الإيجابية عندي هي موقع افيتو اللي كان مجاني، ولكن مؤخرا أصبح خاصو يتخلص. يعني باش تحط طلب في الموقع خاصك تخلص، ولكن عنده مصداقية. ومع ذلك خاصك ترد البال من واحد النوعية ديال النصابين، والحياة المجمل ديالها راك تخلو من النصب. الا كان عندك مشكل في لي زونتروتيان فخاصك تدير دورات تدريبيه باش تطور المهارات ديالك ومهارات الكومونيكاسيون والحوار، باش تبين البروفيل ديالك والتجربه ديالك والخدمات ديالك باش تقدر تحصل على وظيفه. أغلبية الشباب كيطبعوا نسخ عديدة من السيفيات وكيوزعوهم في الشركات بطرق عشوائية، وهذه الطريقة هذه لا أنصح بها. فإذا حتى إلا مشيتي حطيتي السيفي ديالك في الشركة، كاين قوانين، كاين قواعد ما خاصك تتجاوز عليهم. يعني إلا بغيتي تحط السيفي ديالك خاصك تكون مع 10 ديال الصباح في الشركة. كنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.